السلام عليكم، مرحبا بكم معايا في فيديو جديد ووصفة جديدة. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وأموركم في أحسن الأحوال. رمضان مبارك سعيد، الله يدخلوا عليكم بالصحة والسلامة وباش ما تمنيتو إن شاء الله. غادي نصاوب معاكم في هذا الفيديو واحد البريوش اللي كيجي زوين شكلا ومذاقا. غادي نعمروه بالكريمة. كيجي خفيف رطب. غادي تشوفوا معايا المكونات ديالو اقتصادية. غادي نقادوه بلا بيض فخليكم معايا ندوزو مباشرة نشوفوا المقادير مع طريقة التحضير. فعندي هنايا 600 غرام ديال دقيق ديال الفورس، 6 ديال الكيسان إلا بغيتو تعبروا بالكاس ديال العنبة، فعبرت بالكاس اللي كيوزن 150 غرام. هنا درت واحد الحفيرة الوسط وزدت كاس ديال الحليب دافي. غادي نزيد عليه ملعقة كبيرة تكون عامرة مزيان ديال الخميرة ديال الخبز. نص كاس ديال السكر، فأنا درت غير نص كاس، جاو شي شوية ناقصين حلاوة، تقدروا ديروا كاس قل ربع. هنايا زدت ملعقة صغيرة ديال الملح، ساشي ديال سكر فاني، واحد الساشي ديال الخميرة ديال الحلوى، وغادي نزيد نص كاس ديال الزيت النباتية. أنا درت قل شي شوية من نص كاس، ما ديروش نص كاس بالضبط، قل لأننا من بعد غادي نزيدو شوية ديال الزبدة. وصافي غادي نجمعو الخليط ديالنا أو العجينة ديالنا، غادي نكمّلو بالما، فتقريبًا زدت كاس ونص ديال الما دافي. فكيبقى على حساب الخليط ديالكم أو على حساب الدقيق اللي كتستعملوا. دائمًا كيف ما كنقول لكم فحطوا ديك الكمية حداكم وكتزيدوا شوية بشوية حتى كتجمع لكم العجينة، فالعجينة كتجي هكايا رطبة. وصافي هنا بمجرد ما كتجمع العجينة، فزدت ليها واحد الملعقة كبيرة ديال الزبدة تكون هكا رطبة باش نقدروا ندخلوها العجينة كتدخل لنا بكل سهولة. وكندلكوا العجينة ديالنا بحال هكا واحد ال5 ديال الدقايق حتى كتدخل لينا ديك الزبدة وكيندمجوا دوك المكونات كاملين وكنحصلوا على واحد العجينة اللي كتكون رطبة ومقادة. غادي نردها لداك لوبول ونغطيها بالبلاستيك نخليها كتخمر. وهنايا غندوزو باش نقادو الكريمة لا كريم باتيسير، نصف لتر ديال الحليب مع 2 معالق كبار ديال السكر، 3 ديال المعالق كبار عامرين ديال لا كريم باتيسير غبرة. غادي نديرو الخليط فوق البوطة، نزيدو بعدا داك السكر فاني، عاد نديرو الخليط فوق البوطة وحنا كنحركو حتى كيعقد لينا أو كتعقد لينا الكريمة. من بعد درتها في هاد الإناء، غادي نغطيها بالبلاستيك وغادي نخليها حتى كتدفى شي شوية. من بعد ندخلها للثلاجة نخليوها حتى كتبرد مزيان. وغادي ندوزو نشوفو العجينة من بعد ما خمرات وكيتضاعف الحجم ديالها، فخليو العجينة ديالكم حتى كتخمر مزيان كيتضاعف الحجم ديالها. عاد هنايا غادي نشدوها ونقطعوها الكرات. فإلا بغيتو الكرات يجيوكم متساويين فأنا عبرتهم تقريبا 80 غرام باش كيجيوكم كاملين في نفس القياس. أنا درت فيهم 80 غرام، هاد العجينة خرجت ليا 17 كرة أو 17 حبة. إلا بغيتو كمية أكثر تقدروا تصغروا الكرات، كديروا بريوش اللي صغير كيفما شفتوا معايا أنا درت بريوش كبير. صافي من بعد ما غادي نكمل غادي نحاول نكورهم، نقادهم هكا نقاد ليهم الشكل وكنغطيهم بالبلاستيك. كنخليهم واحد 5 ديال الدقايق، من بعد كنسرحهم بحال هكا، كنقرصوهم. تقدروا تقرصوا غير بيديكم أو كتستعملوا الدلاك، وكنجمعوهم هكايا بحال الشكل ديال الباغيت أو كميرات صغار. حاولوا تلصقوا هادوك الجناب مزيان باش ما يتحلوش ليكم. صافي غادي نحطهم في اللاطة. غادي نعاود معاكم وحدة فكتقرصوا العجينة أو ديك الكرة، ومن بعد كنروليو هاد الكرات بحال هكا كنلصقو مزيان هادوك الجوانب، فحاولوا تلصقوهم مزيان بحال هكا. وصافي غادي نديروهم في اللاطة. فمن بعد ما كنحطهم كنخليهم كيرتاحوا شي شوية وكنجبدهم بحال هكا باش ما يجيونيش غلاط. كنجبدهم وصافي غادي نخليهم يخمروا. من بعد هنايا ما خمروا فتقريبا خداو لي واحد 15 دقيقة، فدرتهم في الفران شوية سخون باش كيخمروا دغيا. هنايا دهنتهم بصفر بيضة مع شوية ديال الحليب وواحد القطيرات ديال الخل، كندهنوهم مزيان وكنرشوا عليهم هذا الكاوكاو مهرمش. فالكاوكاو مهرمش فخديته كان عندي أنا محمر،
فمن الأحسن ما يكونش محمّر أو إلا كان محمّر ما يكونش محمّر بزاف، لأنه من بعد غادي يدخل الفران باش ما يتحرقش ليكم. فأنا هنايا واخا حمّرتو فاش كنت كنطيبهم هكا نقصت العافية شي شوية ما كانتش مجهدة، فاش كانوا كيتحمروا من الوجه ديالهم وبقاو هكا يلاه تزاد تحمّر شي شوية ما تحرقش. صافي غادي ندخلهم للفران اللي كيكون سخون مزيان عافية متوسطة حتى كيطيبوا وكيتحمروا، وغادي نتلاقاو من بعد باش غادي نكمّلوا بقية المراحل. هنايا بالنسبة لا كريم باتيسير من بعد ما بردات مزيان غادي نضربها هكايا بالطراب باش كنطلقوها شي شوية كتطلق لينا. فإلا بغيتو بالنسبة للكريمة فأنا هنايا غادي نقاد واحد لا كريم ديبلومات غادي نخلط لا كريم باتيسير مع الشونتيي. إلا بغيتو نتوما تقدروا تستعملوا غير لا كريم باتيسير في حالة إلا ما عندكمش الكريمة السائلة ولا لا كريم شونتيي. تقدروا تخدموا غير بلا كريم باتيسير بحال هكا تطلعوها وكديروها في لابوش كتزينوا بها. أو إلا بغيتو تخدموا بحالي بحال هكا كتخلطوا كتقادوا لا كريم باتيسير من بعد. هنايا عندي الكريمة السائلة تقريبا واحد 100 غرام غادي نضربها بالضراب الكهربائي حتى كطلع مزيان وكنحصلو هكايا على واحد شونتيي. عاد من بعد غادي نزيدها على لا كريم باتيسير. فكتجي هاد الكريمة هادي زوينة بزاف كتجي خفيفة. هنا من بعد ما طلعت الكريمة مزيان هكا كتجي طالعة غادي نزيدها على لا كريم باتيسير وغادي نعاود نخلط. غادي نعاود نخلط مزيان. وصافي غادي نحط الكريمة على جنب أو غادي نعاود نردها للثلاجة حتى كنقادو داك البريوش حتى كنطيبوه وكيبرد مزيان. عاد نقدروا نزينو بهاد الكريمة هادي. صافي هنايا الكريمة كتجي بحال هكا غادي نحطها في الثلاجة وغادي ندوزو هنا للبريوش من بعد ما كيطيب فكيجي زوين بزاف كيجي رطب ومحمر. ففاش كتهبطوه للتحت حاولوا تنقصوا شي شويه العافيه تكون متوسطه باش كيتحمر ليكم مزيان. هنايا كتخليوه حتى كيبرد دوبة الشكلاط وكتزيدوا ليه واحد الملعقه ديال الزيت باش هكايا فاش نبغيو نقطعوا البريوش من الوسط ما كيتفرتتش لينا داك الشكلاط كيتقسم لينا دغيا. وكنزينو بالشكلاط بحال هكا. الا بغيتو تزيدو مازال داك الكاوكاو تقدروا بحال هكا تزيدوه كديروا واحد الكميه ديال الشكلاط وكتزيدوا داك الكاوكاو. عاد كتعاودوا تلصقوا كتزيدوا عاوتاني طبقه اخرى ديال الشكلاط. وصافي كنقصوا ديك الكميه اللي زايده ديال الشكلاط بحال هكا. فمن بعد ما كملتهم كاملين فانا دخلتهم الفريغو واحد 5 ديال الدقائق باش دغيا كيجمد داك الشكلاط. عاد من بعد غادي نزينهم بالكريمه من الفوق. الا ما بغيتوش الكريمه تقدروا تكتفيو غير بهاد المرحله هادي كتزينوا غير بحال هكا بالشكلاط وصافي كتقدموهم بحال هكا راه كيجيو زوينين بزاف. أو ديروا بحالي تزينوا بالكريمة يا إما كديروا لا كريم باتيسير بوحدها أو كديروا لا كريم دبلومات كيف ما درت أنا. فالمهم ديروا خدموا بالحاجة اللي متوفرة عندكم الحاجة هكايا اللي كتبغيو. صافي من بعد ما كيجمد الشكلاط فدرت واحد الفتيحة هكايا في الوسط حليتهم وكنعمرهم بالكريمة وكنقدموهم بالصحة والراحة راه كيجيو زوينين بزاف شكلا ومذاقا. كيجيو خفاف ورطيبين كيف ما شفتوا معايا المكونات ديال البريوش فماشي شي مكونات اللي كتار. وبالنسبة للكريمة كيف ما قلت لكم تقدروا تزينوا بالحاجة اللي متوفرة عندكم يا إما لا كريم باتيسير بوحدها أو الشونتيي بوحدها زينوا بالحاجة اللي كتبغيو. وكنتمنى يعجبكم الفيديو ما تنساوش لي لايك وخليوا لي التعاليق الزوينه ديالكم. الا عندكم شي اقتراحات فخليوهم لي في لي كومونتير. اللي كيزور القناه لاول مره فكنقول ليه مرحبا بك وفعلوا الجرس باش يوصلكم جديد الوصفات.
وما بقى ليا إلا نقول لكم خليتكم على خير، نتلاقاو في فيديو جديد وبسلامة.